المغرب كيعتزم إنفاق نحو 5 المليار ديال الدرهم لتطوير شبكة الطرق المؤدية إلى ملعب الحسن الثاني في منطقة بن سليمان ضمن الاستعدادات ديالو لاحتضان كأس العالم سنة 2030. وزارة التجهيز والماء صرحت وقالت أنه يوجد بالفعل خطة كتشمل استثمارات بقيمة تصل إلى 3.9 مليار درهم لغرض إنشاء بنية تحتية طرقية جديدة كتهدف إلى تحسين الوصول إلى الملعب وكذلك تسهيل حركة المرور. وتبلغ كلفة المشاريع المرتبطة بكأس العالم 2030 في المغرب وحدها نحو 20 مليار دولار بما يمثل حوالي 12% من الناتج المحلي، مع توقع أن نحو 70% منها سيتم تمويله عبر القروض البنكية المحلية وفق أحدث التقديرات الصادرة عن وكالة التصنيف الائتماني فيتش. وهذه الخطة أيضا كتتضمن نحو 1.25 مليار درهم لإنشاء محاور وملتقيات طرقية جديدة كتربط مدينة الدار البيضاء، وغادي يكون الملعب أحد أبرز الملاعب المستضيفة لمنافسات كأس العالم 2030 اللي غينظمها المغرب بشراكة مع إسبانيا والبرتغال. السلطات المغربية كتدرس أيضا توسيع شبكة الطرق السريعة بالمغرب بنحو 40%، أي ما يعادل 363 كيلومتر إضافية. ومن بين المشاريع المقترحة أيضا ربط مدينة بني ملال بكل من فاس ومراكش، إضافة إلى إنشاء طريق جديدة بين طنجة وتطوان شمال المغرب.